أصحاب خطباء المساجد. يعني إيش هذا؟ ماذا تريدون؟ بمعنى أن السعي الجاد شغال في تعز أنه لابد من إسكات هذا الصوت الذي ما زال يتكلم. اليوم الشعب اليمني بحاجة إلى أن يتساءل هذه التساؤلات: أين الشريعة الإسلامية؟ أين الشريعة؟ ضربت في مخرجات الحوار، قتلوها، ولما قلنا له قال لا 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 دي مخرجات الحوار. سبحان الله العظيم، ما يعني شيء، يعني جبل بن عمر والسفراء 10 دول والسفارة الأمريكية والناشطين الأمريكيين يخربونكم الإسلام. أن تحكم كده بدون ما تعرف ما هي مخرجات الحوار، وبروحنا فيها. والآن الشرعية تحكم بهذه المخرجات، وقرارات رئيس الجمهورية بناء على مخرجات الحوار، والإعلام كله يروج لمخرجات الحوار، وحتى بعض المنابر الجمعة ونحن إذا قلنا مخرجات الحوار تخالف الشريعة يضحك عليك. ايش معك انت مخرجات الحوار؟ كيف قد انتهت وتحكمون فيه؟ ما استفتيت عليه في الدستور على الشعب اليمني اليوم يسأل أين الشريعة الإسلامية؟ على الأقل يا إخواني نريد نعرض البصيرة حقنا بس. طيب هذا الرجل أخذ الحول حقك، شله، اترعوا في بق، لكن أنت على الأقل معك بصيرة إنه هذا الحول حقك. اعرض البصيرة، اعرض البصيرة على الناس. يعني الشيخ هذا احتل الحول حقي، يزرعه يأكله وهو حقي، وهذه بصيرة حقي. امشي بين الناس، اعرض البصيرة بس، قل لهم أنا مظلوم، هذه بصيرتي. عرف الناس كلهم إنك مظلوم وإنه معك بصيرة. أنا أريد اليوم، أنا أعرف اليوم إنه من يطالب بتحكيم الشريعة يقول له قاعدة، يقول له داعشي، يقول له يعني أول حاجة لما خرجت مخرجات الحوار وقلنا تخالف الشريعة قالوا لا، هذه الشريعة وحقوق الشريعة وكل على الشريعة. ما إلا أيام من دعا إلى تحكيم الشريعة قالوا التداعشي وارتهت. قلت مخرجات الحوار شريعة، وأنا أكره إحدى الناشطات مش ذكر اسمها، لكن بصراحة قالت أنت كلام صحيح. قالت مخرجات الحوار هي تؤسس لدولة علمانية، احنا قبلنا مخرجات الحوار هي علمانية. فالسؤال هل نحن على استعداد نعرض البصيرة حقنا على الشعب اليمني؟ بس الشعب اليمني اليوم سينشأ جيل ينسى الشريعة الإسلامية تماما. ذكروه بأن معه حق، ذكروه بأن معه منهج، ذكروه بأن معه دين، بأن معه شريعة إسلامية. لابد نذكر الشعب اليمني أنت صاحب حق. هذا الحق صادروا عليك عبد الملك الحوثي، هذا الحق صادروا عليك الشرعية يوم اعتمدت مخرجات الحوار، هذا الحق صادروا عليك الانتقالي لأنه سلك مسلك بعيد عن الشريعة. هذا الحول حقه تقاسمه 3. الحوثي أخذ جزء ويفسد، والشرعية تفسد، والانتقالي يفسد، وهناك من يدعم من الخارج. طيب أنا ما أريد منكم يا أبناء الحركة الإسلامية، يا دعاة الإسلام، يا علماء الإسلام، كل ما نريده أننا نوضح للشعب اليمني أنه الشريعة هذه حقنا، وأننا نرثها من 1400 عام، 1400 من يوم جاء معاذ بن جبل. وقبل يا إخواني ما